السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. جبت لكم بقى النهارده بطريقه زي ما قلت لكم كده في قناه التليجرام، وزي ما انت ما شفت قلب اخوك في الصوره المصغره. اعلمك بقى النهارده قلب اخوك ازاي تعمل البنود انت قلب اخوك وتلغمها وتجهزها قلب اخوك، وهعمل واحد قدامك وهطير بيه. تمام. وغير كده يا اسطى جايب لك انا واحد جاهز يا قلب اخوك عشان تشتغل بقى على طول يا قلب اخوك. تمام. فكل اللي انا عايزه منك يا اسطى، الفيديو ده هيكون طويل حبتين عشان يا اسطى افهمك بقى. بص كل حاجه هفهمك يا اسطى. بص كل حاجه تخص التطيير وتخص كتابه البنود وتخص الترجمه وكل حاجه يا قلب اخوك هتفهمها في الفيديو بتاع النهارده. فكل اللي انا عايزه منك يا قلب اخوك اللي انت تركز معايا تركيز، يعني يا اسطى تركز يا اسطى عشان تفهم كل حاجه. تمام عشان لو فاتك ثانيه ما انتش هتعرف تطبق اي حاجه. تمام. فقبل ما ابدا الفيديو كده يا قلب اخوك، الفيديو ده توعيه امنيه، انا غير مسؤول عن اي استخدام غلط للطرق دي. تمام. الفيديو ده يا اسطى الغرض منه التوعية امنية، انا غير مسؤول عن اي استخدام غلط للطرق دي. تمام. فركز يا اسطى معايا. وكل اللي احنا هنحتاجوه اي نسخه واتساب عكس وام تي منجر ثابت معانا، والزد ارشيفر. الزد ارشيفر يا اسطى عشان الملفات اللي انا هسيبها لك في قناه التليجرام هتكون بباسورد مكون من 4 ارقام، هزروا لك رقمين في رقمين على الشاشه. تمام. انت يا اسطى اول حاجه هيكون معاك نسخه عكس عشان تعكس بيها، دي نسخه واتساب رسميه برضو عكس هسيبها لكم في قناه التليجرام. تمام. انت يا اسطى دلوقتي عايز تكتب باند، هتبدا تكتبه ازاي؟ هعلمك بقى يا اسطى تكتبه بكل. انت يا اسطى هتلاقيني سايب لك الملف ده اهو. الملف ده اهو اسمه كده زي ما انت شايف قدامك. تمام. هتلاقيني سايبه لك في قناه التليجرام. تمام. انت اول ما تفك الضغط من عليه هيظهر لك كده، هتعمل استخراج وتعمل كل حاجه تفك الضغط، تخرج وتيجي على تطبيق الام تي مانجر. تمام. هتلاقيه يا اسطى ظهر معاك كده، هتدوس عليه وهتدوس على العلامه الزرقاء ديت يا اسطى كده. تمام. وتبدا تحدده كله، تاخده كله كوبي. تمام. وغير كده يا اسطى هسيب لك انا الكود اللي هو بيقلب لمسد. وما تنساش يا قلب اخوك تنضم للروم بتاع الواتساب، تيجي في الروم بتاع الواتساب يا اسطى عشان مهم جدا جدا. هسيب لك بقى انا يا اسطى بص كل حاجه هنحتاجها النهارده. تمام. انت اول حاجه هتبدا تدخل على نسخه الواتساب، زائد غير كده هسيب لك بند بيقلب. هتيجي يا قلب اخوك على اي شات فاضي عندك. تمام. لا يكن مثلا الشات ده بينك وبين نفسك في اي حته فاضيه. تمام. وتبدا تحط البند اللي انا عطيته لكم. تمام. عشان اعرفك تكتب ازاي، هتاخده كله كوبي يا اسطى كده. تمام. وتاخده كوبي. تمام. وبعد كده تبدا تعمل له ترجمه. بعد كده يا قلب اخوك هتبدا تعمل له ايه؟ ترجمه ديت يا اسطى. بص شايف انت الكلام اللي انا كاتبه دوت كده، انت هتكتب زيه يا اسطى بس بطريقه مختلفه، باسلوبك انت، باسلوب مختلف، مش نفس الاسلوب اللي انا كاتبه ده. لا انت تعمله زيه كده يا اسطى زي كل حاجه هنا. تمام. ولكن باسلوب مختلف. تمام يا قلب اخوك. تمام. بص يا اسطى انت بقى هتبدا مثلا تكتب نفس الكلام ده اهو. تمام. شايف يا اسطى انا كاتب ازاي؟ تجراه بقى انت بالراحه. مرحبا زي ما انت شايف كده اهو. تجراه يا اسطى وتركز يا اسطى مع بالراحه كده، وتبدا تكتبه ايه بنفس يعني ما انت ما تروحش قلب اخوك تكتبه بنفس كل حاجه انا كاتب، لان انت لو كتبت زي ما انا كاتبه كده بالظبط خلاص يا اسطى ما انتش يعني هيبقى ملوش 30 لازمه. فانت تكتبه باسلوبك انت، تبدع فيه يا اسطى. تمام. تصيغه بمعنى الكلمه. تمام. وبعد ما تبدا تكتبه هتبدا تحوله للغه الروسيه او الانجليزيه، يا اللغه الروسيه يا اللغه الانجليزيه، شوف اللي انت ايه يريحك. تمام. او عندنا طريقه تانية اللي هي هتكون ثواني، اللي هي قلب اخوك هتكون مثلا هنحتاج يا شات جي بي تي يا جيميناي، اي برنامج ذكاء اصطناعي عندك. تمام. مثلا احنا هنستخدمه شات جي بي تي مثلا او جيميناي، اي ذكاء اصطناعي عندك. تمام. هنخلوه يصيغه لنا. تمام. هتبدأ تعمل ايه يا اسطى؟ بص هتبدأ تبعته له كده وتبدأ تكتب ايه بقى؟ حول لي مثلا، لا بص تكتب له كده، اكتب لي الكود ده. تمام. ولكن مرة اخرى، ولكن بصيغة مختلفة. تمام. وتبدأ ترفعه له هو بقى يا اسطى، يبدأ يكتبه لك بصيغة مختلفة غير الصيغة اللي انا كاتبها دي. تمام. بص يا اسطى ثواني بس دلوقتي نصبر لما يحمل. هيبدأ قلب اخوك يغيره لك زي ما انت شايف كده ويكتبه لك لكن بصيغة تانية. هتبدأ انت تاخده كوبي. تمام. وتخرج. تمام. خلاص كده يا اسطى احنا ايه صيغناه، عامله لنا بقى بس باسلوب مختلف. تمام. لو جابوا لك بالعربي هتاخده تحوله يا للغة الانجليزية او اللغة الروسية. تمام يا قلب اخوك. شوف انت عايزه انهي لغة، اللغة اللي هتريحك يا اسطى اللي انت عاوزها.
تمام، يعني مش شرط، بس المهم يكون اللغة الروسية او اللغة الانجليزية. تمام تمام. يبقى انا عرفتك كده يا اسطى ايه انت ازاي تكتب. تمام. نيجي بقى لطريقة التلغيم. بص يا قلب اخوك، انت عشان تلغمه هتبدأ. بص شايف انت الكلمة ديت، اللينك ده كده انا هسيبه لك برضو في الملف. شايف يا اسطى اللينك دوت اللي اسمه واتساب اللي هو اسمه دوت يا اسطى، اللينك اللي هو فيه اسم نيمي يعني، ده اللينك اللي هو ايه بيعمله. تمام، انا مش عايز بس اقول. تمام. فانت يا اسطى هتاخده تحطه، تبقى محطوط جاهز اهو، تبدا تحطه. هسيب لكم بقى اللينك ده. تبدا تشيل نيمي، شيل يا اسطى النيم اللي انا عامله بتاعي ده، وحط النيم بتاعك انت. بعد بقى ما تبدا تشيل اللينك دوت بتاعي انا، بس بعد ما تكتب بقى، بعد ما تعمل بقى انت كود. تمام، سواء كنت هتبدا تكتب بعد ما تعمل بقى، سواء كنت هتكتبه او هتعمله زي ما انا مثلا ما عملت من شات جي بي تي كده. تمام، هتبدأ بقى. شفت انت اللينكات اللي محطوطة ديت، اللينك ده بس يكون نفس البند ده، هتبدأ تحط اللينك ده فيه. تمام. ولينك الشات زي ما انا حاطط كده في الاخر. تمام. واللينكين دولت يا اسطى لازم يكونوا محطوطين. تمام. لازم يا اسطى اللينك، اكتر لينك يا اسطى يكون محطوط اللي هو اول لينك ده لازم عشان تشتغل، عشان يبقى بس كده. تمام طالما انت حطيت اللينك دهوت يبقى انت كده جاهز تشتغل بالبند ده على طول، تطير بيه على طول. تمام. امال بقى لو انت ما حطيتش وعايز مثلا تلغمه والطريقه التانية بتاعت التلغيم وكده، بص يا اسطى ركز بقى معايا في الطريقه التانية بتاعت التلغيم دي. طريقه التلغيم دي يا اسطى التانية، انت بتحتاج 10 نسخ واتساب. تمام، بتحتاج كده يا اسطى بالعدد 10 نسخ. يعني مثلا مش يكون مثلا نسخة وانت عامل اضافة لا، بيكون معاك، لازم يكون معاك اقل حاجة يا اسطى 10 نسخ. تمام. وتبدأ بقى تعمل مجموعة. وتبدأ تعمل جروب. وتبدأ تضيف الرقم، اللي الرقم يكون يعني مثلا معاك عشان تبدأ ايه تعمل تلغم بيه. تمام. تبدأ تضيفه في المجموعة دي، يكون مشرف. تمام. وتسيب التانيين، العشرة التانيين، والرقم اللي هو اللي انت ضايفه مشرف في المجموعة اللي انت ناشئ بيه المجموعة دوت، هتبدأ تحط الايه الكود. تمام. هتبدأ بقى تعكس عليه. تمام، بس لازم أن يكون رقم اساسي. تبدأ بقى تبلغ عليه من العشر ارقام التانيين. هتلاقي الرقم بلع معاك. لازم يا اسطى الرقم يطير. يعني لازم عندك هنا، لازم أن الرقم يطير يا قلب اخوك. ولازم كمان ايه يعني الرقم يطير والجروب يطير كده، يبقى البند خلاص كده اشتغل. يعني الجروب يطير والبند يعني الرقم اللي انت باعت منه البند يتحذر والجروب يطير، الاتنين يطيروا يا قلب اخوك. تمام. كده يبقى بتاع البند اصبح جاهز، الكود كده اصبح جاهز تشتغل بيه عادي. تمام. وبس يا اسطى عايز اوضح لك ملحوظه. بص يا اسطى انا هقول لك انا البنود دي بتتحرق ازاي. بص يا اسطى، اي بند يا اسطى بينزل عندي. تمام، في مثلا واحد مثلا لقى واحد انت مثلا يا اسطى لما تعمل واحد، تحاول على قد ما تقدر ما تبلغش عليه كتير. طالما الرقم بلع كفايه ما تبلغش، تيجي تبدا بقى تحط الكود اللي هو بيقلب لمشدد، لان اي باند بيقف من كتر الابلاغات اللي بتبقى عليه. انت فاهم يا قلب اخوك، يعني بيبدا يقف. تمام، وصلت معاك يا قلب اخوك الموضوع ده؟ لان في كله يا اسطى بيقعد يقول لك لا يا اسطى ده البنود اللي بتنزل مش شغال، لا يا اسطى مش عارف ايه. لا يا قلب اخوك والله كل حاجه بتبقى شغاله بس مثلا انت يا اسطى كتر الابلاغات اللي بتبقى، شوف انا بعمل ابلاغات وده بيعمل وده فبيقف اكيد يعني يا قلب اخوك. تمام. يلا بينا بقى نطير لكم ورقم اللي انا لسه عامله دلوقتي. يلا بينا. هتبدأ بقى يا اسطى تجيب الرقم اللي انت هتبدأ تطيره، ويفضل يعني يا اسطى ما تعكسش بأرقام فيك، لأن الأرقام الفيك ده أصلا ملهاش 30 لازمة أصلا. فأنت تحاول تعكس برقم يكون حلو شوية كده. تمام، ده لو يكون مثلا الرقم اللي أنا هطيره. تمام. مش لازم برضو يكون أونلاين، يعني عادي يا اسطى هو قافل هو فاتح، بس يفضل يعني يكون فاتح عشان يبدأ يطير معانا أسرع. ده رقم واحد كان مزاول حد تبعي. تمام، فابعت لي رقمه فانا ابدا اطيره ايه بالبند اللي احنا لسه عاملينه، اللي عرفتكم تكتبوهم وانا لسه كاتبه، اللي انا عملته قدامكم ده. تمام. هنبدا اول حاجه نبعت له نقطتين، هو قافل بس عشان نتاكدوا ان الرقم شغال. تمام، ساعة ناخدوه كوبي كده ونروحوا على اي نسخه توثيق عندنا. تمام، اهو خدت الرقم كوبي. ثواني بقى اما اروح على نسخه التوثيق كده اهوت. تمام، ادي يا اسطى نسخه التوثيق اهيت. تمام،
هنوثقوا الرقم نشوف الرقم شغال ولا ايه الدنيا. تمام. تالي اصبر بس يا اسطى، ادي قلب اخوك زي ما انت شايف اهوت الرقم شغال. الرقم يا اسطى شغال اهوت قدامك. ثواني. الرقم يا قلب اخوك شغال اهو. شغال يا اسطى زي ما انت شايف اهو. نجربه كمان مرة. شغال اهوت يا قلب اخوك. الرقم شغال معانا اهو. تمام. تمام. هتبدأ تخرج كده وتبدأ تيجي على اللي احنا لسه عاملينه بقى ده كده. هتبدأ تاخده كوبي. تمام. وتبدأ تحط الرقم فيه. تمام. يعني مثلا احنا حطيناه، تحط الرقم فيه. تمام. بس لازم أن تكون حاطط اللي هي زائد 20 دي، لا زائد 20، ويكون كله اخضر كده، يكون كله لونه ازرق لون واحد كده. تدوس عليه، تدوس على اللينك ده كده بعد ما تحط الرقم. اول ما ادخلك على شات الراجل اللي انت الرقم اللي انت عايز تغيره، يبقى خلاص كده يا اسطى انت كاتبه بطريقه صحيحه وكل حاجه صح معاك. تمام. تمام. اهوت فتح لنا الشات اهوت، يبقى كده انت حاطه بالطريقه الصحيحه. تمام. تمام. هتبدا تاخده كوبي كده يا اسطى كله. تمام. تحط بقى الرمز الدولة بتاعك بقى، سواء انت شوف دولتك ايه وتحط الرمز الدولة بتاعتك، بس انا مش عايز اطول عليكم. تمام. وهتبدأ تيجي على الثلاث نقط وبعد كده على البرايفس. تمام. وبعد كده تبدأ تفعل زر العكس. تمام. وترجع خطوة لورا. تمام. ثواني بس عشان النسخة. تمام. بعد قلب اخوك ما تبدأ تفعل زر العكس. تمام. هتبدأ تيجي على الرقم. تمام. وتبدأ ترمي الباند. تمام. بعد ما تفعل زر العكس تبدأ ترميه. بس خلاص كده يا اسطى. تمام. ترجع بقى بعد ما تبدأ تحطه، هتبدأ ترجع. تمام. وتبدأ تدوس على الثلاث نقط برضو يا قلب اخوك وعلى البرايفس برضو. تمام. وتبدأ تقفل زر العكس وترجع خطوة لورا. تمام. وتبدأ بقى تيجي على هتبدأ يا اسطى تبعت له مثلا نقطة كده يا اسطى، تبدأ تبعت له نقطة بعد ما تبدأ تقفل زر العكس. تمام. توصل اهي يا اسطى النقطة. هتبدأ تيجي تحدد الباند كده يا اسطى وتبدأ تيجي تعمل ايربورت. تمام. عندك كده اول ابلاغ يا اسطى على الرقم. عندك كده يا قلب اخوك ادي زي ما انت شايف كده تاني ابلاغ على النمبر. تمام. تمام. على البند اللي انا عاملينه. تمام. عندك كده يا قلب اخوك ادي تالت ابلاغ. هنبلغه يا قلب اخوك 10 ابلاغات. تمام. تمام. هتبدأ يا اسطى تبلغ هنا 10 ابلاغات. والفيديو ده اخواتي توعية امنية، انا غير مسؤول عن اي استخدام غلط للطرق دي. الفيديو ده الغرض منه يا اخواتي توعية امنية. تمام. تمام. تابع بس يا قلب اخوك. بص ادي يا قلب اخوك. تمام. زي ما انت شايف يا اسطى اديني قاعد ابلغ اوقات قدامك. تمام. تمام. بص بقى يا اسطى، ملحوظه يعني يا اخواتي كده، يا ريت يعني ما فيش حد فيكم يعكس بارقام فيك. يعني على عكس بارقام الفيك ديت يا اسطى انت انساها. تمام. حاول على قد ما تقدر تعكس يعني ما تعكسش بارقام فيك، لان الارقام الفيك ده اصلا ارقام ضعيفه جدا. انت فاهم. تمام يا قلب اخوك. تمام. ادي يا اسطى زي ما انت شايف اهوت انا عكست ال10 ابلاغات على الباند. تمام. تمام. هتبدأ تيجي على الملف الشخصي. تمام. بتاع الرقم وتبدأ تشد ابلاغات. تمام. تمام. الرقم بقى هيبلع ايه كده يا قلب اخوك؟ الرقم كده يا قلب اخوك هيبدأ يبلع تسجيل طلب مراجعة. هيبدأ يطير طلب مراجعة وهنشوفه معانا دلوقتي انه نبلغه من هنا 5. تمام. وبعد كده هنخرجوا نشوفوه. تمام. ثواني بس. ادي يا اسطى اهوت اخر ابلاغ. تمام. تمام. هتبدا بقى تخرج كده يا قلب اخوك. وبعد ما تخرج يا قلب اخوك كده تمام هتبدا تيجي على نسخه التوثيق. تمام. تبدا تدخل على نسخه التوثيق كده يا اسطى زي ما انت شايف. تمام. وبعد كده هتبدا تدوس على التالت. تمام. ونسخه التوثيق ده انا هنزلها لكم قريب ان شاء الله. تمام. بعد كده هتبدا تحط الرقم. تمام. بكل سهوله كده يا اسطى زي ما انت شايف. تمام. تمام. تبدا تدوس على الكلمه دي للتالي يعني بمعنى صح. تمام. زي ما انت شايف كده اهوت يا اسطى، زي ما انت شايف قدام عينيك اهو. ادي يا اسطى الرقم بلع معانا بكل سهوله يا اسطى قدام عينيك اهوت. تمام. زي ما انت شايف الرقم بلع معانا. تمام. تمام. هو كده يا اسطى الرقم طار طلب مراجعه كده يا قلب اخوك، بلع طلب مراجعه. تمام. تمام. فعشان نقلبه لمشدد هنعمل ايه يا قلب اخوك؟ نجربه كمان مره اهوت يا اسطى طاير معانا. تمام. عشان نقلبه المشدد هنعمل ايه؟ هنخرج. تمام. ونيجي على اي نسخه واتساب تانية. تمام. تمام. ركز معايا يا قلب اخوك بقى في الخطوه دي عشان دي مهمه. تمام. تمام. بص يا اسطى، انت لو حطيت اي حاجه هيتفك بكل سهوله. ثواني بس.
يعني قلب اخوك من اقل حاجه هيجي مفكوك. يعني مثلا لو كتبت كلمه ليه بس كده هيجي مفكوك، اي حاجه هتفكها. تمام. تمام، اديني كتبت الرقم، دوس التالي يا قلب اخوك زي ما انت شايف قدامك اهو. تمام. تمام، ثواني بس كده يا قلب اخوك بتحمل بس معانا. تمام، هو يا قلب اخوك بص، زي ما انت شايف كده يا قلب اخوك، ادي الرامبر طار معانا طلب مراجعة، طلب مراجعة تحت اهوت يا اسطى زي ما انت شايف، طلب مراجعة. تمام. تمام، هتيجي بقى هنا يا اسطى وتبدأ تحط الكود اللي انا هسيبهولك دهوت اللي هو بيقلب لمشدد. تمام. تمام، وبعد كده تعمل ارسال. ثواني يا قلب اخوك بس بحمل بس يا اسطى، خلاص كده النمبر هيطير. بص، تسجيل برقم جديد يا قلب اخوك بكل سهولة كده يا اسطى، بس هياخد وقته بس. تمام. وهتلاقيه يا اسطى مرة واحدة كده جابلك تسجيل برقم جديد. ثواني بس، هي كانت بتعمل وربنا، انا كنت مجربها قبل الفيديو ده. الرقم ما خدش وقت وراح قالب ليه تسجيل برقم جديد على طول، بس عشان دلوقتي الدعم بيبقى بضان اوي. ثواني نخرجه مثلا نرستره النسخة كده، نرميها برا. وعامة يعني يا اسطى مش هياخد وقت كتير خالص، مش هياخد وقت يا اسطى، بس انا كنت عايز اوريك يعني قدام اهوت يا اسطى زي ما انت شايف. زي ما انت شايف في قلب اخوك بص زي ما انت شايف قدام عينيك اهوت يا اسطى، بلع على طول تسجيل برقم جديد قدامك يا اسطى في مينت. بلع تسجيل رقم جديد في مينت. طار تسجيل رقم جديد في مينت يا قلب اخوك اهو. يعني بعد ما هتطيره طلب مراجعة تبدأ تحط الكود دوت، هيقلب مشدد على طول. تمام يا اخواتي، تمام، وبس كده يا اخواتي، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.